غسلنا السبانخ منيح منيح، وهلأ بدنا نرش عليه ملح ونعصره. هيو هون بعد ما عصرناه هلقيت بدنا نشتغل فيه. نفرم البصل. هلأ لازم نصفي البصل من المي، نعصره منيح. بنفرم 5 بصلات كبار او حسب كمية السبانغ اللي عنا. بسم الله. بدنا نضيف الليمون، بدنا نضيف ملح حسب الرغبة. اول اشي بنحط معلقتين بعدين بندوق، اذا بدنا نحط كمان بندوق كمان. بدنا نحط سماق، بنحطهم كلهم لانه لذيذ. نحط عين جرادة ناشفة، نحط معلقة صغيرة تعطي طعم كتير طيب، مميزة، معلقة صغيرة فقط. ونحط فلفل شطة احمر مطحون في البيت، معلقتين او 3. هذا الفلفل انا عندي ما بحرق كتير، حسب انتي ايش بتحبي. انا رح احطهم كلهم. زيت زيتون، سكاوت هاي الاكلة مع زيت الزيتون. بدي احط معلقة دبس رمان. دبس الرمان بيعطيها لذاذة. بعد ما صفينا البصل هيو عصرناه منيح منيح، بنضيفه فوق الخلطة. بنحرك كل المحتويات مع بعض. رجعنا لكم حبايبي بعد ما خلطناه منيح، ولما دقته لقيت بده شوية ملح وشوية ليمون، زدت له اياهم، ولقيت كمان بده شوية زيت. خلطه بنرجع لكم ان شاء الله. بدنا نعمل عجينة السبانخ. هي كيلو طحين متعدد الاستعمالات. بدنا نجيب 300 مل من المية الدافية، يعني تكون قريبة للسخونة أكتر ما هي قريبة للدفاوة. بنحط معلقتين حليب بودرة كبار زي هيك، 1. بسم الله. هي الثانية. بنحط معلقة سكر كبيرة زي هيك. بنحرك المحتويات منيح منيح، لازم الحليب يذوب منيح. بنحط معلقة ملح صغيرة هيك. بسم الله. هلا بدنا نضيفه مع العجين. بسم الله. نضيف كمان 200 مل من المية الدافية. العجينة لازم ما تلزق بالايدين. هنعجنها بحدود 10 دقايق زي هيك. شوفوا كيف جامدة العجينة، ابدا مش ملزقة بالايدين. بدنا نحط على وجهها زيت ذرة، نضيفهم على الوجه ونعجنها مرة ثانية لحد ما ندخل كل زيت الذرة في قلب العجينة. بسم الله. العجينة ما بتلزق ابدا. بدنا نغطيها بنايلون. بدنا نخليها نريحها اكثر من 3 ساعات، ونرجع لكم باذن الله تعالى. شوفوا ما شاء الله، خليتها اكثر من 5 ساعات ترتاح. هلا بدنا نقرصها. هون انا رقيتهم، بدي اريحهم شوي واشتغل فيهم ان شاء الله. هي شوفوا ما شاء الله العجينة كيف لحالها بتفرد معاكي. زي ما انتم شايفين من جوا لبرا هيك ببطن الايد. شوي بتسلمي سلام عليها. ها حتى لو تقطعت معاكي لما تيجي تتنيها وتلفيها فوق بعض بيروح كله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم كل شي جديد إن شاء الله.